هقول لك على 5 علامات للنضج. لو عندك يبقى الحمد لله على السلامه، انت نضجت. لو ما عندكش يبقى تشد حيلك شويه ايه وتحرك الدنيا. العلامه الاولى ان يكون امانك وسلامك النفسي اهم بكتير من ان انت تكون صح. يعني ايه؟ يعني لو انت دخلت في نقاش وفي جدال مع حد، الاهل احسن من الزمالك، الفريق ده احسن من مش عارف ايه، الطريق ده هيبقى زحمه، لا تعالى ناخد الطريق ده، الاحسن لك ان انت هتلاقي نفسك بتختار اللي يريح بالك، مش ان انت تحط مجهود علشان تبذل وتثبت للي حواليك ان هم غلط وانت اللي صح. لان انت عارف ان مهما حاولت تثبت للي حواليك ان هم صح، الموضوع هيبقى خسران خسران. لو انت كسبت اللي قدامك هيزعل منك، لو انت خسرت انت هتتنرفز. فايه الاحسن؟ ان انت تريح بالك وتختار السلام النفسي والامان النفسي وايه، وتخلي دماغك هاديه كده. دي العلامه الاولى. العلامه التانية: no relationship is perfect so misbehave. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما فيش علاقة في الدنيا، علاقة صداقة، علاقة أهل، علاقة زواج، علاقة شغل بيرفكت ما فيهاش مشاكل. كل العلاقات هيحصل فيها شد وجذب، كل العلاقات هيحصل فيها مشاكل، هتختلفوا في الرأي. فلما تدرك الموضوع ده، خلي بالك لما تيجي تتخانق وتزعل بلاش تفجر. ماشي؟ بلاش ايه تروح تأذي، بلاش تروح تتكلم، بلاش تتكلم في ظهر الشخص ده، بلاش تبوظ الدنيا. عشان في معظم الأحيان الدنيا هترجع تاني زي ما انتوا. فلما تيجي ترجع تاني انت مش عايز تبقى انت بوظت الدنيا. فده طبيعي وده جزء من الحياة. وكل مرة كل ما نخش في علاقة جديدة هتلاقي الدنيا تبقى جميلة في الأول، بعد شوية نختلف مع بعض، بعد كده نتخانق، وبعد كده العلاقة كمان ممكن تبقى أحسن بعد ما نتخانق. فدي تاني حاجة، لو أدركتها يبقى أنت نضجت. تالت حاجة: people will always judge you. الناس طول عمرها وهتفضل طول عمرها تحكم عليك، وفي ناس هتفضل كرهاك من غير سبب، وهتكرهك من غير سبب، ومش هتبقى طايقك من غير سبب. دي قاعدة في الحياة. في ناس ممكن واحد يكون كان قاعد جنبه في المدرسة حد اسمه على اسمك وما كانش بيطيقه فقرر يكره الاسم، فعشان انت نفس الاسم خلاص هو مش طايقك. في واحد ممكن يكون عنده مشكلة مع البلد دي وعنده كم اكسبيرينس وحشة واتسرق مثلا فيها، فهيشوفك يعرف انت من البلد الفلانيه هيمشي. فكده كده مهما عملت هيكون في ناس هتبقى قرفانه منك وكرهاك. فتعمل ايه؟ فمهم قوي ان انت ما تعيش حياتك علشان تسعد اللي حواليك. لا، مهم قوي طبعا ان احنا نتكلم كويس ونخلي بالنا من اللي حوالينا والكلام ده كله، مفيش مشاكل. بس ما تكونش حياتك كلها مبنية على الابروفال، على ان اللي حواليك يوافقوا ان انت كويس ويبقوا مبسوطين معاك. لان في ناس مهما عملت هتفضل مش طايقاك ومهما مش هتعرف تغير رأيها. فاعمل ايه؟ اعمل اللي يريحك، واعمل اللي يتماشى مع دينك، يتماشى مع اخلاقك، يتماشى مع ايه، مع المبادئ بتاعتك، وحط سعادتك رقم واحد. فدي لو وصلت للمرحلة دي يبقى برضه الحمد لله على السلامة، يبقى انت معانا ايه في شلة النضج. النقطة اللي بعد كده هي money is important but does not buy happiness. الفلوس مهمة، محدش بيقول الفلوس مش مهمة، بس الفلوس مش معناها سعادة. أكيد أكيد عدينا كلنا بناس في حياتنا شفناهم أو شفناهم في التلفزيون أو في فيلم أو سمعنا عنهم، مليونير وبينتحر، مليونير ومكتئب، مليونير وتعيس، صح؟ فالفلوس مش معناها كده. وطبعا ده مش معناه ان الفلوس هتخليك مكتئب، لا، ما انت ممكن تلاقي برضو واحد فقير ومكتئب، فقير وبينتحر، فقير ملوش علاقة. فاوعى تفتكر ان انت لما هيبقى معاك فلوس ده معناه باي ديفولت ان انت هتبقى سعيد. لا، السعادة دي ليها مجهود تاني وليها تراك تاني كده لازم تشتغل عليه. ان انت بقى تعمل، تشوف، تبقى واثق في نفسك، تبقى مرتاح، عندك سلام نفسي، علاقتك كويسة مع ربنا، ماشي في الصح، ما بتعملش غلط، ما بتخبيش حاجة، بتخلي بالك من اللي حواليك، الكلام ده كله. علشان تبقى ايه يعني، برضو عندك نوع من انواع القناعة، عايز اكتر بس في نفس الوقت حامد ربنا على اللي معاك، الكلام ده كله. فدي السعادة. بس ما تفتكرش انت لو جاب لك فلوس هيبقى انت سعيد، ما تفتكرش انت لو راحت منك الفلوس مش هتبقى سعيد. لا، الموضوع ملوش اي علاقه ببعض. ممكن تساعد في حاجات كتير قوي هننبسط بيها لو معانا فلوس، بس في حاجات كتير قوي برضه ممكن تنبسط بيها لو معكش فلوس، صح؟ اهلك، الناس بتحبك، التمشيه في الشارع، الصحه، الكلام ده كله ملوش علاقه بالفلوس. فلازم تخلي الموضوع ده في دماغك، علشان ده نوع من انواع النضج. دايما غالبا الناس وهي صغيره بتبقى عندها حماسه وفاكره ايه ان السعاده هتبقى فلوس، وتضيع سنين من عمره وفي الاخر يكتشف ان الموضوع لا، الموضوع السعاده مش معناها فلوس. اخر نقطه عايز اتكلم فيها هي ايه: اوعى تاخد قرار وانت مبسوط قوي او انت فرحان قوي. ليه؟ لان احنا كبني ادمين عندنا عاطفه وعندنا عقل. لما بتبقى مبسوط قوي او متضايق قوي،
بتبقى ايموشنال. يعني ايه؟ يعني المشاعر اللي عندك بتطغى على العقل. فايه اللي بيحصل؟ فتلاقي نفسك بقى ايه، بتاخد قرارات غير منطقيه. فانت ممكن تتضايق قوي، ما تعرفش تسمعش عن واحد اتخانق مع مراته وكان متضايق وراح مطلقها وهو في ساعه نرفزه قرار، وبعد كده ندم. كتير قوي بتحصل. ما شفتش مره؟ اكيد حصلت معاك، انت كنت مبسوط وحصل مش عارف ايه، ويوم كان جميل قوي بالنسبه لك، وشفت حد راح ايه عايز منك الخدمه الفلانيه، انا الاثنين هعملها لك، بعدين تاني يوم قلت يا نهار اسود ايه اللي انا قلته ده، ده هيدخلني في حوار ليه؟ لما تلاقي نفسك مبسوط قوي، ادرك ان انت في حاله ايموشنال، في حاله مشاعر عاليه. فايه، تمسك نفسك كده، لقيت نفسك حد بيطلب منك حاجه ما تعملهاش، يعني ما توعدش اقول له استنى بكره. نفس الكلام، متضايق او متغاظ، ما تاخدش قرار، ما تبعتش ايميل لحد وترد عليه وانت متضايق، مسج جات لك ما تردش دلوقتي، تليفون وانت متنرفز. امسك نفسك شويه. حتى في السيلز كده قاعده ال4 ساعات، لو جالك ايميل منرفزك من كلاينت، استنى 4 ساعات قبل ما ترد عليه، عشان في الطبيعي ال4 ساعات ده يكون انت ايه، هديت شويه. ال5 نقط دول لو عندك، يبقى انت دخلت في مرحله النضج، وحمد لله على السلامه. شكرا ليكم.